توا باش ناخذوا المكونات متاع السكالوب البانيه. خذيت طرف سكالوب عندي، لنا حكاية رطل أكثر شوية، والله ما وزنتش لما حالة، أما عندي الخطر في الدار. باهي خذيت لنا شوية هيك جامبون، خذوا على قد الكمية اللي باش تعملوها. خذيت لنا الفرماج، الأوراق متاع هذوك متاع الساندويتشات. وبالنسبة للفاح خذيت شوية هريسة عربي، تنجموا تستغنيوا عليها إذا كما تحبوش معناها غامقة، معناها حمرة. خذيت شوية فلفل أكحل، كركم، ملح، شوية كليل وزعتر، وشوية كل 7 بهارات. كما قلت لكم الفاح اللي تحبوه. لأن خذيت ساشي وإلا بابي سلوفان، أما من المستحسن ساشي، خاطر سلوفان باش يقلقكم. وشوية زيت أكاهو. باهي لنا البنات السكالوب اللي خذيته عندي كما قلت لكم، هذاك علاش ما عطيتكمش قداش الكونتيتي بالضبط. غسلته قبل كل شيء، غسلته بالماء والخل، نظفته هكا بالباهي وفرمته. خذيته معناها حطيته في الهشوار وفرمته. فرمته معناها كيما تعرفوني كيك رحيته، كيما تعرفوا معناها في الهشوار كل شيء نعمله. تفرم لي السوا سكالوب اللحم، تنجموا معناها في عوض السكالوب تنجموا معناها تحطوا معناها في بلاصتو اللحم، اما هو من المستحسن يجي معناها بالدجاج. خذيتك الفاح كيكا كيما شفتوني، حطيته في وسطك الدجاج المفروم، باش ندخل حسيلو الفاح الكل كيكا في وسط الدجاج. الحقيقة ما نحبذش معناها هيك بمغرفة ولا بالسباتي كيكا، معناها بيدينا خير باش تضمن معناها الفاح دخل، خاطر هو مفروم فهمتوا. تضمن الفاح دخل معناها في الدجاج الكل كيما شفتوا كيكا دخلتوا كيكا بعض الفاح. تنجموا البنات راهو تستغنيوا كيما قلت لكم على الهريسه العربي، ما تحطوش، هي تبنن هيك شويه. اما اللي ما يحبش الكولور نتاعو السكالوب بانيه يبدا كغامق، يبدا كيما يتباع لبرا، تستغنيوا جمله على الهريسه العربي، معناها تخليوا كل الكركم والفاح نتاع الدجاج. حسيلوا لنا حطيتك شويه زيت كيما شفتوني هيك، شويه هيك على يديا، باش كل السكالوبك اللي يتلم لنا ويشد بعضه فهمتوا، باش يتلم معناها ما نحبش لا نحط فيه لا عظم ولا حتى شيء. خذيت لنا عندي كل ساشيات متاع الكونجيلاتور. حليتها كيما شفتوني هيك، حليتها خليتها كيما نقولوا كيما الورقة محلولة، قصيتها كيكا بالمقص، وناخذ بالمغرفة تحبوا الشكل اللي الحجم معناها اللي تحبوه، معناها هو الشكل مش نعملوه كيما البريكة فهمتوا. هي لمحل الوصفة هذه هيك نستحقوها في رمضان، نجموا نحضروهم راهو معناها هيك من توا ونحطوهم في الكونجيلاتور. حاسيلو كيما قلت لكم، حطيت كيكه مغيرفه، وتنجموا تعملوهم كيبات صغار تحطوا اقل من المغرفه الكبيره كيما ريتوني، لان حطيت اني مغرفه كبيره مش تجيني الكعبه باهيه، راهي معناها كبيره ماهيش صغير. ولنا سطحتها بالمغرفه، ومعناها ترهفها قد ما تنجم معناها انت. وحطيتها كيما كيكه، مش ناخذ كعبه برك كيكه، نحط كيبه هيك جامبون، ونحط عليها الفرماج كما تحبوش، هذاك الفرماج الاوراق هذوك تنجموا تحطوا في الوسط شويه موتزاريلا، شويه الفرماج اللي عندك، فرماج توابع كيما تحب. هو بطبيعته معناها باش كيف باش يتقلي باش يذوب معناها، وباش معناه يظهر كشكل من الداخل مزيان، على خاطر كيما قلت لكم باش يذوب. نهزو كالساشي شفت الساشي كيكا من اللوطه، ونسكروا وكل الكعيبه نجموا معناها، لان اني قصيتها بك نقولوا القصاصه نتاع البيتزا هذيك. اما تنجموا معناها كي تجي مش تطوي مع الكعبه تردحها حتى بيديك من غير ما تستحق باش تقصها،
معناها جوستك تردحها بيدك معناها عادي تستوي. لأن حبيت اني نقصها هي بالقصص هيك متاع البيتزا. وكما قلت لكم راهي الكعيبة ما شاء الله هيك كبيرة، ماهيش معناها ماهيش صغيرة راهي. حسي تنجموا كيما قلت لكم تعملوهم هكا كعيبات صغيرين، هنا في بلاصة في بلاصة البريك مثال، ولا في عض تاخذوا معناها هكا يبدا سكالوب معناها بانيه يبدا من نعملوه هكا وحدنا يبدا انظف وخير احسن، فهمتوا؟ حسيلو كيما شفتوني لنا كي هكاك معناها قصيت، اما كيما قلت لكم كي تجيو مش تطويو معناها بعد اني ما عملتها معناها الفازه هذيا. قلت لي علاش معناها نضيع وقتي ونعملها ننقصها معناها، كنت نجم كي نطويها نحاول هكا نردحها معناها هكا بيدي. حضرت لنا طبق بحذايا، حطيته هكا دهنته بشويه هكا زيت، وحطيت لنا هكا الكعيبات معناها باش نحضر بالكعيبه ونحط هكا في الطبق. ومن بعد تالي بعد ما نكمل نحضرهم الكل كي نحطهم في الفريجيدير من لوطه معناها ساعه، ولا تحبوا تحطهم في الكونجيلاتور باش معناها نجموا معناها تبدا الكعيبه شاده روحها، نجموا معناها اللي نغطسوهم بطبيعه الحال في الشابيغ وفي العظم حسير لنا. بدات يديا معناها هيك باش تتلصق دهنتها هيك بشويه زيت، لان كما قلت لكم حاطه هيك شويه زيت بحذايا. ومعناها ندهن يديا باش على خاطر مفروم معناها باش يبدا معناها كله يتلصق، فهمتوا؟ حسيلو نعاود لكم راهي الكعيبه كبيره، راهي نجموا تصغروا معناها قد ما تحبوا انتوما، معناها مش لازم معناها باش تتبعوني وتعملوها كيكه الكبيره. والبنات راهو زوز زدوره معناها متاع الدجاج ولا زدر برك متاع الدجاج راهو يعمل الخير والبركه معناها، وتبدا يبداو كعيبات صغار ما شاء الله يعملوا الخير والبركه. لنا يظل لي عندي اني زوز راهم خاطر الحقيقة معناها مقصوصين هما، فهمتوا؟ مو شكل القشات يبداو واضحين معناها كبار، هذاك علاش معناها ما خاطر كيف خذيت سكالوب خذيته شرحته هذاك علاش ما نعرفش معناها، اما الاكثريه اني نشري بالزوز هذاك عليه. الزوز يعمل لي كيف نشرحهم يعملوا 8 طروف. حسيلو لا اله الا الله محمد رسول الله. حبيت ندق لكم معناها في الكونتيتي الخاطر ما شاء الله كيما قلت لكم راهو يعمل الخير والبركه معناها، يعمل كونتيتي ما شاء الله كيما شفتوا في اول الفيديو كونتيتي كبيره، ورغم الكعبه ما شاء الله معناها الكعبه كبيره راهي ماهيش صغيره وسهله راهي. كيما قلت لكم لنا ما تتبعونيش في الفازه هذيا معناها نتاع تقصوها، لا ما تتبعوش كي تجيو مش تطويو معناها باش ترجعوا الطرف السكالوب على باش نسكروها، تنجموا معناها من غير ما تهزوا الساشي توليو تردعوا بيديكم. حسيلوا لنا عملوا لي معناها الكونتيتي هذيك، وقلت كيما قلت لكم شوفوا ما شاء الله كبيره معناها زربت الحقيقه اني خاطر عملتها كدباره متاع شيء، اما ان شاء الله نعمل هكا كعيبات ونحضرهم. كما قلت لكم معناها يتحطوا معناها في حكه تبدا معناها تتسكر، تبدا هيك بالباهي وتحطوهم وتحطوا بين الطبقه والطبقه تحطوا ساشي وتبدا حاضره معناها جيست معناها تولي خاطر مش نغطسوهم في العظم معناها من المستحسن ما نحطوهمش نحطوهم هيك في الكونجيلاتور، فهمتوا؟ بطبيعه الحال معناها نحطوهم معناها في الكونجيلاتور حكاية ربيع ساعة ولا في الفريجيدير ساعة، ومن بعد تالي باش نجموا معناها نهزوهم نحطوهم في الحكة ونحطوهم نخبيوهم معناها سيدي رمضان. لندا خذيت 3 كعبات عظم، هذه الرابعة. وخذيت لنا الفارينة وخذيت الشابيغ هذايا راني معناها شريته حاضر. اما نجموا معناها نعملوا وحدنا ناخذوا خبز السميد يبدا معناها قولينيا بالكركم معناها يبدا الاصفر هذاك ونشيحوه ونرحيوه حدنا. به لنا ركضت العظم
باش نسقطو هكا بالكحيبة لأن ريتو كيفاش تنجم معناها نهزها معناها فاسيلمون خاطر شادة روحها كانت في الفريجيدير. باهي حطيت في الفرينة ومن بعد نحط في العظم ومن بعد نحط في الشابيغ، حطيت الطبيق هكا بحذايا باش نحضرهم هكا الكحيبات الكليكية ومن بعد تالي نحط نقليهم. لأن كما شفتوني حطيت بديت هكا نقلي فيهم ديريكت راهو بعد ما نخلطوهم معناها بالشابيغ والفرينة والعظم البنات راني ديريكت نحط نقليهم كيما قلت لكم إذا كان باش تخبيوهم تولي تحطوهم هكا في حكيكة. بالنسبة للزيت راهو يلزم هكا برشا باش تتقلي معناها الكعبة مش بالباهي معناها من الفوق ومن اللوطة مش كيما يبدا شوية زيت جيستك تتحرق لنا ومن الفوق لا تتحرق معناها اللي من اللوطة فهمتوا. حاسيلو لأن ساي كملتك الكعيبات متاعي نودكم ولا نشهيكم كيما قلت لكم تنجموا تستغنيوا على الهريسة العربي باش ما يبداش فيه الحمورية معناها. اما كابلنا الحقيقة بنين على الاخر بطبيعة الحال خير من متاع الشارع وخير بألف مرة وجربوها وتو تعجبكم وما عادش تشريوا معناها هكا من الشارع. حاسيلوا لنا وصلت معكم هكا لاخر الفيديو ان شاء الله تعجبكم الوصفه ان شاء الله تنال استحسانكم واللي نسيت ما حطيتش اللايك ما تنسوش دعمكم البنات ليا ونقول لكم باي باي ان شاء الله في فيديو جديد.